صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده بصراحة اليوم طويل وكده كده اجازة. ف... فالواحد بيفكر ان هو صاحبتي هقابلها. كان بقالي فترة كبيرة قوي مشوفتهاش وانا مبسوطة جدا ان انا هقابلها. وفي نفس الوقت اتفقنا ان احنا هنتقابل في مكان بصراحة نعرفه من زمان جدا. يعني المكان ده تقريبا قعدنا فيه من ايام ما كان عامل ديكور مختلف وحاجات مختلفة. دلوقتي بقى غير خالص، بقى ستايل تاني خالص و يعني شكل مختلف تماما. فاكيد ان انا حابه ان انا يعني هصور لكم التفاصيل وهصور لكم المكان. ولو عجبكم قولوا لي وانا هقول لكم كل تفاصيل المكان وكل حاجه. بس و برضو هبقى دايما في الحيرة لو الواحد بيفطر من هنا ويبقى مش عارف ايه اللي جاي بعد كده. لو بقى هياكل ايه، هيتغدى ايه. فبصراحة برضو يعني هفكر هفكر وكده كده انتوا معايا، وهشوف هعمل اكل ايه وان شاء الله برضو هشارككم معايا الوجبة اللي انا هعملها زي ما انا معوداكم. بس بتمنى النهاردة اليوم يبقى جميل واليوم يبقى حلو. على الله، وان شاء الله يبقى حلو اليوم برضو يبقى حلو بالنسبة لكم. بس الواحد حاسس ان هو داخل على دور برد، بس ان شاء الله ربنا يسترها. والله انا لما بحس ان انا داخل على دور برد كده فلازم اقول لكم نصيحة. والله انا بغلي شوية مية كده وبحط عليها نص معلقة كركم ورشة فلفل اسود خفيفة قوي وعصرة ليمونة، يعني مش كتير قوي، يعني كام نقطة ليمون كده بس، وهتلاقوا الموضوع لطيف ويعني كويس قوي للالتهابات في الجسم وبيزود المناعة. هو بصراحة مشروب حلو قوي. كنت طريقة شفتها على النت وما كنتش بتيجي في دماغي او ما كنتش بتصدقها، بس فعلا طلعت جميلة جدا جدا وفوائدها كتير 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 قوي. بتحافظ على العظم وبتقوي العظم وبتمنع الالتهابات، التهابات العظم او اي حاجة، وبتقوي المناعة وحاجة بجد جميلة جدا. انا بحس بفرق رهيب لما بشرب بصراحة الكركم. يعني ما انتوا بس ما تكتروش، لا اما نص معلقة صغيرة لا اما ربع معلقة صغنونة، يعني عادي. مع رشة بسيطة قوي من الفلفل الاسود، مش كتير عشان بس تعمل اكسدة وتخلي الكركم مفعوله يبقى كويس، وكام نقطة ليمون. ان شاء الله ربنا يحفظكم ويعطيكم الصحة. انا عارفة ان احنا داخلين على ايام متقلبة، بس برضو الشتاء يعني على قلبي زي العسل. بس اشوفكم بقى على خير، ومتنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا نشوف بقية التفاصيل. مش عارفة الجو اخباره ايه، استنوا كده. اه الجو شكله حلو قوي كده. انا دلوقتي في الطريق، والحمد لله الطريق مش زحمة خالص، الحمد لله. والجو كمان كويس قوي، انا بحب الجو يكون كده. اللهم الثبات يا رب، اللهم الثبات. ده المكان من بره، وشايفين الهوا عامل ازاي. بصوا تفاصيل المكان وركزوا فيها كويس قوي. وعايزه اقول لكم بيعمل عصير افوكادو بالمكسرات رهيب رهيب رهيب. وده جزء كمان من المكان. المكان على فكرة فيه يعني أجزاء كتير قوي. وبعدين طلبت قهوة علشان حسيت ان انا كنت صاحية بدري قوي، فكنت عايزة افوق. صاحبتي طلبت كابتشينو وبجد بأمانة تحفة. وهقوم بقى عشان اتكل على الله واشوف هعمل اكل ايه.
بصراحة اسرع حاجة تتعمل مكرونة باللحمة المفرومة، وانا كنت جعانة. فهنا سلقت المكرونة وحوطت النار عليها علشان تستوي براحتها، وحطيت شوية ملح بسيط بس مش كتير في المية، وجبت معلقتين زبدة علشان اشوح اللحمة المفرومة. وبحب ان انا اشوحها كده قبل اي حاجة خالص، تاخد يعني تتظبط على النار. بعدين هجيب فلفل اسود، هحط شوية فلفل اسود، وهنزل بقى بشوية فلفل الوان وبصل وتوم. البصل براحتكم، عايزين تقطعوه قطع صغيره بقى، عايزين تفرموه عادي براحتكم. واديتهم تقلبتين كده، وكل ده يعتبر بشوحها. انا ما حطيتش لسه دلوقتي، بس حاطه الميه. بعد ما اتشوحت حطيت الميه. هي اسرع حاجه ممكن تتعمل، سريعه جدا المكرونه باللحمه المفرومه. بس هديها بقى تقلبتين كده، وحوطي النار بقى عليها واسيبها يعني تستوي عبال ما اشوف المكرونه وجهز الصلصه. بصوا، انا بحب المكرونه اصلا، بحبها دايما تبقى كده، ما يعني ما بحبهاش تبقى تستوي قوي. انا بحب كده ان هي تبقى نص سوا. فانا بالنسبه لي كده مية مية، وانا هقفل على المكرونه اروح اجهز الصلصه. طبعا انتوا خلاص، انتوا عرفتوا المكونات. انا بحب دايما مع صلصه الطماطم احط فلفل حامي وفصين توم، بحيث ان هي بتدي الصلصه في حته تانية، بتديها طعم مختلف تماما يعني. بس وبعدين هنزل بشوية زبدة وشوية بصل برضو فلفل، علشان اعمل تسبيكة. على فكرة الناس بتعمل صلصة المكرونة بطرق كتير قوي. انا بحب طالما باللحمة المفرومة، فدايما بحب ان انا يعني يبقى فيها بصل وفلفل الوان وكده. بس شوحتهم كده تشويحة صغيرة قبل ما انزل بعصير الطماطم. بس وهي كده خلاص البصل اتبل. هنزل بقى بالعصير الطماطم، وهجيب برضو صلصة طماطم بس معجون. يعني انا عشان بحبها تبقى حمرا قوي، فبحب احط مثلا معلقتين. وهجيب بقى البهارات في حتة من الماجي وفلفل اسود وشطة وشوية من السبع بهارات بس. وممكن ازود شوية مية بس، يعني براحتكم. لما انتوا بتحبوا تزودوا الصلصة مية ممكن اوكي، مش حابين براحتكم برضو. انا ممكن ازود شوية مية صغيرين، بس انا لما بحس ان هي بتتقل معايا فبحب ازود مية بس. واروح اشوف اللحمة المفرومة استوت والدنيا بقت تمام، فهبتدي بقى ان انا احطها على الصلصة. تقلبتين كده وشوية على النار الهادية، وابتدي بقى ان انا خلاص احطها على المكرونة. وادي النتيجة، اسرع حاجة ومتاخدش وقت خالص. وانا بعشقها بصراحة، انا بعشق المكرونات، يعني بتقلي ما بزهقش من المكرونة خالص. بس خلاص بقى هروح اكل، وبتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم. اشوفكم على خير، باي باي.